وغير بكميه قليله ديال الكروفيت غادي نصايبوا بسيطلات بالمذاق ديال الحوت اللي كلاهم عندك غادي يحلف باللي راهم مقومين بالحوت، كيجيو ولداد ما تشبعوش منهم. اهم حاجه اقتصاديين وساهلين بزاف. طنجره كندير كيلو ديال الدجاج تقريبا، ملح بزار، اوراق سيدنا موسى، ضريس ديال الثومه، طرونش الحامض، معلقه ديال الزبده، وكندير القياس ديال الماء فين غادي يطيب، نسد عليه ونخليه تقريبا نص ساعه. وفي مقله كندير معلقه ديال الزبده، ربعه ديال الكروفيت نخليه يتشحر مع شويه ديال الملح بزار، عصره ديال الحامض، التوابل ديال الحوت، وكنخليه يطيب على النار اللي تكون عاليه. من بعد غادي نزولو، وفي نفس المقله كندير الزبده والزيت، وكنخلي واحد البصيله والفلفله حتى كتبان. نزيد الفطر الاسود مع الفطر المعلب، ونزيد الزيتون الاخضر اللي يكون مقطع رقيق، الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء ديال الكروفيت، الربيع، التوابل نخليهم ليكم لتحت، اللب ديال المصير، شويه ديال الهريسه، شويه ديال صوص صوجا، ونخليها تشحر مزيان واحد 2 دقائق ونطفيه. داك الدجاج من بعد ما كيطيب غادي ناخذو نقطعو قطع صغيره ضروري، كنضيفو على ديك الحشوه، نضيف الكروفيت اللي قطعت، نضيف شويه ديال الفرماج احمر، ونخلط كلشي مزيان. غنحتاجو ورقه ديال البسطيله، استعملت الكبيره قسمتها على 4، كندهنها بالخليط ديال الزيت مع شويه ديال التحميره وشويه ديال الهريسه باش كتجي منسمه. كندير مثلث وكنعمر بالحشوه، طريقه ديال التشكيل واضحه. كنزير كنحيد دوك الزوائد ديال الورقه باش ما كتجيكمش غليظه، نحطها في ورقه اخرى ونطويها بالطريقه اللي واضحه في الفيديو. ندهنهم بالزيت، نتقبهم باش ما كيطرطقوش، ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل، النار تكون مهيله حتى كيطيبوا يتحمروا، ونزينوهم على حسب الرغبه، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو ولدادين كانهم عامرين بالحوت. ما تنساوش كي ديما تخليو لي لايك الفيديو.